عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيبي، عاملين ايه؟ النهارده هعمل لكم فلوج جامد جدا ممتع قوي. النهارده رايحة زيارة مع اختي وحبيبتي ام مينا، زيارة لماريمينا العجيبي او المعلق، من اقدم واحدث الدير في محافظة اسيوط. دي يعني بصوا الدير عجيب جدا فعلا، يعني بص متعلق في الجبل كده. هندخل جوه وهنتصور وهتبقى مشاهدة ممتعة جدا. اتفرجوا الفيديو للاخر. هو كده لسه بصوا الجبل لسه هو. هصوره لكم وهو متعلق فوق الجبل، يعني من اقدم الدير اللي موجود في محافظة اسيوط. الناس كتير قوي من محافظات كتيرة من مصر ومن كل المحافظات بتيجي تتفرج عليه بصراحة. احنا كده نزلنا من العربية اهو وطالعين اهو الدير. بصوا فوق الجبل ازاي يا جماعة. هنطلع كده وهنصور جوه. تبقى زيارة ممتعة بصراحة وحاجة جميلة. بصوا المنظر، منظر جميل جدا بجد، حاجة جميلة. احنا كده يعتبر طالعين الجبل يا جماعة. فرحت لسه مش قادرة. احنا دلوقتي يا جماعة هنبدأ نطلع السلم. شايفين المكان عالي جدا يا جماعة. الدير موجود في حضن الجبل بارتفاع كبير جدا، ارتفاعه حوالي 170 متر. بيتيح للرهبان الاعتكاف والوحدة بعيد عن العالم كله. القديس ماريمينا نفسه أقام مغارة جوه الجبل خلال فترة رهبانيته. هنطلع المغارة دي وهنشوفها، هنشوف المكان اللي كان بيترهبن فيه ويتقرب لربنا. طبعا قصة القديس ماريمينا قصة عجيبة جدا يا جماعة. والده كان كاهن وثري جدا. اتوفى وهو عنده 12 سنة، وبعد سنتين والدته اتوفت. وبعد وفاة والدته اهتمت بيه مربية مسيحية. اعتنق الدين المسيحي وحب الدين المسيحي قوي، وقرر ان هو يعتنق الدين المسيحي. وده اللي خلى اخوه ان هو يغضب غضب شديد جدا، وامر بقطع رأسه وحرق جسده. طبعا لما حرقوا الجسد حرقوه لمدة 3 أيام. ظل الجسد سليم وسط النار، وهو ما جعله يلقبونه بالعجائبي. سموه ماريمينا العجيبي علشان الجسد لما حطوه في النار لمدة 3 أيام الجسد فضل سليم. وطبعا أخته لما أرادت إن هي تأخذ الجسد لتكفنه وتدفنه في مكان بعيد، بدأ يحدث معجزات أثناء دفن جسده. حصل معجزات كتير قوي، عشان كده سموه العجائبي. وأراد الله تكريمه بعد فترة طويلة قوي، دفنته في نفس المكان اللي كان بيتعبد فيه، وبنوا كنيسة في ذلك المكان المعلق فوق الجبل. عشان كده سموه الدير المعلق، عشان هو فوق الجبل. دي في منطقة أسيوط مركز أبنوب. المكان مقدس للعديد من المسيحيين، وبيزوروا جميع الزوار من جميع المحافظات. مكان جميل جدا يا جماعة، وبجد يعني قصة ماريمينا العجيبي قصة جميلة وعجيبة بجد. وهندخل الكنيسة وهنشوف العجايب، عجايب فيها. هنشوف المغارة اللي كان بيتعبد فيها ويتوحد ويترهبن فيها هو واغلب الرهبان ويعتكفوا فيها. وهنشوف الكنائس وهنشوف مدفنه، هو اتدفن فيها برضو. شايفين المكان يا جماعة عالي جدا ازاي.
طبعا هم دلوقتي عملوا لنا سلالم عشان نعرف نطلع الجبل بكل سهولة، مع ان الواحد فرهد وبقى ينهد بجد وانا طالعة السلم عالي جدا عالي. من بدري هم اللي عطلين. شد حيلك. ايوه كده عم احمد دامك شوف. خلتنا فرحتنا. بقول لك ايه؟ انت كنت هتاخدي فلوس من الناس تعمل تمارين. ايوه احنا بنعمل تمارين ببلاش. ببلاش، حاجه ببلاش كده. بس الثروت اهو اللي جايين الزياره معايا، بقول لهم الف الف مبروك للمولود، ربنا يبارك لكم فيها يا رب. نعم احنا خلاص الحمد لله. يا مولود منور يا ريان. وصلنا اهو، شايفين من فوق، شايفين من فوق يا جماعه، كل ده طلعناه. يا رب احلى شرف ليك. كل ده طلعناه، ادينا كده وصلنا. دلوقتي احنا كده طلعنا فوق، دي الزياره بقى. بصوا جايبين العجل اهو، هي دي الزياره. هندخل جوه هنشوفه هو بيتذبح. بس ما شاء الله جميل. هنروح نشوفه دلوقتي. ماشي يلا موسى. دي المولودة القمر ماري مينا، اللي بسببها جينا نزور دير القديس مريمينا العجيبي، وبنقول لهم ألف مبروك للمولودة، مبارك ليكم ويجعلها يا رب ذرية صالحة ليكم كده، ويحفظها من كل سوء ويهنيكم بيها يا رب. الطيارة بتاعت الصور. طيارة مشيت ساعة لما الطيارة كانت نازلة. هنا المغارة اللي كان بيتعبد فيها القديس مريمينا وباقي الرهبان، هندخل فيها شوية تاني. شايفين الارتفاع يا جماعة؟ شايفين طلعنا قد ايه؟ ارتفاع مهول جدا. كل ده طلعنا علشان خاطر نوصل للمغارة جوه اللي كان بيتعبد فيها. يلا بينا نشوفها. بابا ما طلعش ليه؟ خش جوه يلا موسى. هنقلب. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي لنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا من أساء إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد. شليل اسمه رنباسي مارن شبه ونحن بريغ الإسلامي والبيت والبيوت بالشيء صوب النصوص الصوتي إيريسوس نخريس طوجيا بريس الغازي والسنتوس وقوان بعدين تموس الفريرو وصوبا النشي وانتبت عن خليه بذلك جريبان تقرأتور بشيء سبان نوتي يعني بشيء سبناتي بيبان تقرأتور بيوت بالشيء صوب النصوص بالصوتي ريسوس بخريس ومسناشكورك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا عمتنا حسنا أطلقتنا إليك أشفقت علينا وعضلتنا أتيت بنا لهذه الساعة يا رب ارحم. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر.
امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار هي من عذاب الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك، عن هذا الدير المقدس وعن هذه المعمودية. بيزو اقف هنا ورا ورا. فين مكة؟ يدي ان شاء الله وتعالي زعلانين عشان فينا ما شاء الله. ايوه دوبوا زعل الناس كلها تشوفوا بس ربنا يسامحك. مش بيحبوا دلوقتي كان عندنا ربنا يسامحك ربنا يحفظك. هنا المغارة اللي كان بيتعبد فيها القديس مريمين العجيبي، كان بيترهبن فيها ويتقرب من ربنا ويصلي ويصوم في المكان ده. وكل الرهبان اللي كانت بتيجي في المغارة دي وتبعد عن كل البشر علشان تيجي تترهبن في المغارة دي وتتعبد لربنا، كان في المكان ده. هنا كان بيجلس القديس مريمين العجيبي وكان بيوحد لربنا ويقرب لربنا ويبعد عن كل البشر. المحن بسؤالك لا يكن عن ظهر الدور كلها امين. ايها السيد رب الاله نعبد كل ابو ربنا والهنا وخلصنا يسوع. كوكي تعالى صور طبعا احساس الواحد وهو في مغارة جوه قلب الجبل احساس جميل جدا. انا اول مرة اجربها بجد، اول مرة ادخل مغارة في قلب الجبل، حاجة جميلة جدا، كنت مستمتعة قوي. دي يارا بنتي، طبعا احنا الوحيدين اللي كنا بالحجاب مسلمين في المكان. بالنسبة للناس اللي بتسأل انت مسلمة ولا مسيحية، انا مسلمة يا جماعة، بس بحب اخواتنا المسيحيين جدا بجد، ناس عشرة وناس اصيلة وناس بتحبنا بجد. بحبهم بجد قوي. فطبعا صاحبتي لما قالت لي على الدير ان انا اروح معاهم، لبيت الموضوع جدا وحبيت الموضوع قوي وقلت اروح اجرب. احساس جميل جميل بجد، ممتع جدا. وتحية لكل اخواتنا المسيحيين، بحبهم قوي. هم سامعين
كوكي كوكي واحدة أغمى عليها ولا واحد أغمى عليها. تعالى صور ميرا حمزة روحوا فينك تعالى صور بس يا واد ادعي ادعي كوكي العمر الجديد ده ما راحش الكنيسة اهو. هنا المدفن اللي اتدفن فيه مرامينا العجائب. هنا يا جماعة المدفن. هو ده القبر بتاعه. كنا بيعرفوا رزق كده الدكتور